بهدف الحفاظ على هوية مصر ونشر الوعي الثقافي بين أبنائها، أقامت جمعية جسر الحضارات بالتعاون مع بيت الثقافة والعلوم بالقاهرة ملتقى في حب مصر، والذي استطاع مد جسور التواصل بين الفنانين والمبدعين المحبين لتراب وطنهم، الذي برأيهم يحتاج إلى تغيير جذري في بعض العادات والتقاليد تصل إلى حد الطفرة. فكرة الملتقى إن إحنا حبينا نعمل تواصل هنا هوت، وإن إحنا نعمل ملتقى ثقافي فني. حسينا إن البلد فعلا محتاجة طفرة ومحتاجة تغيير في العادات والتقاليد بتاعتنا، في الهوية بتاعتنا، في الأخلاق بتاعتنا، في النشاط بتاعنا، في الثقافة بتاعتنا. ملتقى في حب مصر شمل العديد من الفعاليات الثقافية، منها معرض للفنون التشكيلية المعبرة عن الأصالة المصرية، حيث تنوعت فيه أساليب الفنانين المشاركين للتعبير عن التراث الشعبي الأصيل المستوحى من جذور الحضارة المصرية القديمة. احنا اخترنا فنانين المصريين 25 فنان من رواد الفن التشكيلي في مصر اللي بيشتغلوا في التيمة المصرية والحضارة المصرية الأصيلة ايا كان الاسلوب. يعني انا عامل شغل نوبي، غيري عامل شغل من النيل، في فنانين كتير شغالين شعبيات. المهم احنا بنستوحي من الحضارة المصرية، التراث بتاعنا عميق، جذوره عميقه، فانا بستفيد منه وبستوحي منه وبعمل شغل. الموروث بتاعي هو المهم عندي، انما الخامه والاسلوب والتكنيك كل فنان له اسلوب، في زيت وفي اكريليك وفي باستل وفي فحم، في ووتر كولر. ورش العمل الحيه انتشرت ضمن فعاليات الملتقى، فهنا تجمع المشاركون لمشاهدة الفنان وهو يقوم برسم بورتريه لأحد زوار المكان، هو فن الرسم أو التصوير بالفرشاة والألوان. بنعلمهم ازاي نحن نستغل الألوان اللي موجودة في البيئة بتاعتنا المتوفرة، اللي هي الرخيصة، يعني اللي هي موجودة عند كيماوات البناء أو موجودة عند الموان، فاهمني؟ وبحيث ان احنا نعمل لها يعني تحديث بحيث تبقى قريبة للألوان الأكريليك المستوردة أو الألوان الزيتية. يعني بنشتغل الاكريليك بتكنيك الالوان الزيتيه، بحيث ان لما نخلص اللوحه ما تقفش، يعني ما تفرقش، ما يبانش ان زيت ولا اكريليك بقدر المستطاع. يعني الخامات اللي بستعملها الوان الاكريليك المستورده، طبعا الالوان السكيب اللي هي الالوان البلاستيك العاديه، الغيره الابيض الفلافين، ماده الديروتون الابيض كلون ابيض. فن النحت على الخشب كان حاضرا في الملتقى، حيث حرص الفنان على تعليم الشباب كيفية تطويع الخشب ونحته لصنع تحفة فنية تمثل نمطا من الحياة اليومية عند قدماء المصريين الذين يعتبرون الخشب كائنا حيا وليس جمادا أصم. النهارده جايب لهم مرحلتين، مرحلة اللي هي نهائية وفي مرحلة اللي هي ما قبل النهائية، وازاي يبنوا تمثال من كتلة خشب مربعة، وازاي يحطوا خطوط اوليه، وازاي يحذفوا الزيادات، وازاي يبتدي يدخل في تفاصيل النحت خطوه خطوه لحد ما يوصل للنتيجه اللي هو عايزها. الادوات النهارده اللي بيستخدمها في المطرقه وفي الازميل. ومن الفنون المصريه القديمه فن النحت والتشكيل بالطين والصلصال، والذي برع الفنان في تعليم المشاركين كيفيه صنع نماذج رائعه من الطين، كما قبل هو التحدي في صنع بورتريه كامل من خامة الطين الأسواني. حبيت أبرهن للناس يعني إن من خلال نفس الخامة أنت ممكن تعمل بيها بورتريه مثلا، أو ممكن تعمل بيها فيجر، الخامة اللي في إيديك دي. فأنت يعني حاول أنت تتجرأ وتعمل، حاول إن أنت عينيك دي تبقى كاميرا تنقل بيها، حاول ان انت يبقى في لينك ما بين العين وما بين الايد. في دي اسمها ضفره من الخشب، دي بتتصنع من الخشب يعني، وفي دي فره مصنوعه من الخشب والسلك، وطبعا في بيكون مثلا ممكن ان انت تستعين بحاجات كتير قوي زي سكينه السفره. الغالبيه كان لاول مره يشتغلوا صلصال، والجميل ان عملوا نتائج مبهره، ويعني حبوا الخامه، ولدرجه ان هم ابتدوا يسالوا عن ازاي نقدر نتحصل عليها بعد كده ونعمل ايه. ملتقى في حب مصر كما قال الفنانون هو للتأصيل والحفاظ على هوية مصر التاريخية، لكن في نفس الوقت هو ليس ضد الحداثة والتطور ومع الفكر التكنولوجي الحديث. كتير ابتدى
ينسى ان في حاجه اسمها خشب بيتعمل نحت وبيعتمد على حاجات مستحدثه بوليستر. مش ضد حداثه، بس يعني ضد برضو ان احنا ننسى اصالتنا وتاريخنا في الخامه. هي بدايه ان شاء الله ان احنا نرجع نأصل الفن تاني. يعني احنا بعدنا كتير قوي وفي تغريب، طب ليه؟ يعني انا عندي كنوز هنا استفيد بيها. ويبقى الهدف من إقامة مثل هذه الفعاليات هو مناهضة التغريب والاستعمار الثقافي والتأكيد على هوية الوطن وتاريخ حضارته. من القاهرة، محمد أمين.